البطاطا بقت كتير قوي وفي نفس الوقت سعرها حلو قوي. تعال نعمل مع بعض حلو جدا بالبطاطا. البطاطا بنعمل بيها كذا حاجه، تنفع شوي مش شوي بس، ولا سلق ولا نسلقها وناكلها كده. لا تعالى اقول لكم نعملها بالبشاميل. ايوه البطاطا بالبشاميل عملتها معاكم السنه اللي فاتت في البيج عندي وفي القناه، بس النهارده عملت لكم فيها تكايه كده صغيره، زودتها عليها عن الفيديو اللي فات. بجد وهم كده وطعمها خيالي. هنجيب كده 2 كيلو بطاطا حجم كبير. هبتدي ان انا بعد ما غسلتهم كويس جدا وبعد كده هقشرها بالشكل ده. بعد ما اقشرها اقطعها كده شرايح، بس شرايح سميكة شوية. هقشرها كلها بالشكل ده. وطبعا كنت غسلها كويس جدا من الطينة اللي فيها بالفرشة، فرشة مخصصة للخضار. هقطعها كده طرنشات كبيرة، وابتدي كده اجيب حلة كبيرة شوية يعني عشان تقدر تستوي على النار. انا كده حطيتها في الطاسة، لقيت الطاسة صغيرة فجبت حلة كده كبيرة وحطيت عليهم بقى ايه، كوبايتين كبار من اللبن بالشكل ده، وحطيت نص كوباية او كوباية الا ربع من السكر. كده السكر بقى معتدل جدا عشان البطاطا الايام دي محليه قوي. بعد كده بحطها على النار، ارفعها على النار تغلي كده لحد لما تستوي تماما. لما بتبتدي كده تخش في نص سوا ابتدي احط عليها معلقه زبده. انا ما كانش عندي زبده، حطيت كده سمنه. وابتدي كده لو احتاجت لبن تاني بحط لها، بس هي ما احتاجتش معايا تمام كده. وابتدي احطها على النار لحد لما تستوي، وانا بقلبها كده بحس ان هي يعني اتهرست معايا وانا بقلبها. بس بايركس بقى وصينيه بتاعتي ابتدي ان انا افردها بالشكل ده واسويها. وابتدي كده احضر طبقه البشاميل زي ما انتم شايفين. 3 كوبايات كبار من اللبن، عليهم 3 معالق من الدقيق، وعليهم معلقتين ونص من الكريم شانتيه محلى غير محلى. انا حطيت غير محلى، فانا زودت كده 3 معالق او 4 معالق كده كبار من السكر. هقلبهم الاول على البارد لحد لما السكر يدوب تماما، وبعد كده هرفعهم على النار لحد تبقى معايا كده زي المهلبيه. احط عليها كده ذره من الفانيليا او كيسين فانيليا. وحطيت معلقه كده كبيره سمنه. هي ممكن هي بتبقى زبده، بس انا ما كانش عندي قلت لكم زبده. حطيتها قلبتهم كويس جدا، وحطيت الطبقه التانية ورشيت كده رشه صغيره من السكر البودرة فوق الوش، ودخلتها تحت الشواية. بنحطها تحت الشواية، مولعش عليها الفرن لحد لما تديني كده وش ذهبي من فوق. بس هي اتلسوعت معايا شوية، خلي بالكم عشان في ثواني ان هي بتديني لون احمر من فوق او بتحمر معايا بسرعة. طبعا بتتقدم سخنه، لازم تتاكل سخنه. لو انت بتطلعيها كده بالمعلقه زي ما انتم شايفين مش متماسكه قوي، بس بجد طعمها حلو قوي. وهي كده وهي سخنه كريميه جدا. لو انت عايز حباها ان هي تبقى قطع، بتبتدي ان انت تسيبيها تهدى شويه وبعد كده تقطعيها قطع. بس بجد وهم طعمها خيالي كده، مش قادره اقول لكم عامله ازاي. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم. هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.